السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، إليكم تفاصيل أخبار الآن. بطريقة مستفزة رد رئيس الحكومة عزيز أخنوش على المعطلين طالبوه بالرحيل في أكادير، حيث أثار مقطع فيديو متداول استياء عدد من المغاربة بسبب احتقار رئيس الحكومة عزيز أخنوش لمحتج على الوضع المزري لمعظم الأسر جراء غلاء المعيشة وارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب، ومخاطبته قائلا: سلم على هذاك لصيفطك. وكان مجموعة من محاملي شهادة المعطلين تجمهروا أمام مقر جماعة أكادير تزامنا مع انعقاد دورة استثنائية لمجلس الجماعة ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وطالب المحتجون عزيز أخنوش بالرحيل تعبيرا منهم عن رفض سياسة الحكومة التي تسببت في أزمات اقتصادية واجتماعية لمعظم أرباب الأسر، وأدت إلى ارتفاع خيالي في أسعار أغلب المواد الغذائية في ظرف وجيز وغير مسبوق، وغياب سياسات اجتماعية تمكن الشباب المعطلين عن العمل. واعتبر معلقون على الفيديو أن عزيز أخنوش ظهر في صورة سياسي غير القادر على التواصل مع المواطنين للإنصات إلى مشاكلهم، حيث فضل أسلوب الهروب واعتماد عبارات لا يعقل أن تصدر من ثاني رجل في الدولة بعد الملك. وغادر أخنوش على متن سيارته تاركا المحتجين يرددون شعارات الاحتجاج دون جلوس معهم على طاولة الحوار أو تكليف جهة معينة من أجل الإنصات لمشاكلهم.